أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخواني الطلاب أينما كنتم في الطور الجزائري، اليوم موضوعي حول البكالوريا والدروس الخصوصية التي يتوجه إليها الطالب. فقط عندما رأيت تقرير بسيط في إحدى القنوات التلفزيونية يقال أن يوجد طلاب تركوا مقاعدهم الدراسية وذهبوا أو لجأوا إلى الدروس الخصوصية تقريبا في كل المواد، يعني تقريبا في كل المواد. كان الطالب يلجأ إلى الدروس الخصوصية خاصة في المواد العلمية، والآن أصبح الطالب يعني يذهب إلى كل المواد سواء الأدبية أو العلمية، وهذا خلل كبير وهذا مشكل كبير وعويص يجب التكلم عليه، يجب معالجته، لأن أصبحنا في وقت أين العلم أصبح منبع لكسب الرزق. أين أصبح العلم أصبح ليس فقط منبع لكسب الرزق، بل أصبح تجارة. أنا أقول تجارة غير شرعية. لماذا التجارة غير شرعية؟ صحيح أن أستاذ من حقه أن يضع دروس خصوصية لمساعدة طلابه الآخرين، لكن أن يضع ثمن عالي جدا ويحرق به الطلاب فقط لأن ما يمسه ليس الطلاب، يمس الأولياء، لأن الطالب لا يصرف عنه شيء، عن نفسه شيء، بل أبويه أو والديه الذين يسعون إلى توفير له كل مستلزمات لكي ينجح ابنهم. فقط والله، خاصة عندما أرى ممكن الوالدين أو ممكن حالتهم المعيشية متوسطة أو لا تكفيهم، أو ما الوالد لا يمكن توفير لابنه لكي يعمل دروس خصوصية، رغم ذلك يحاول قدر المستطاع لتلبية حاجية ابنه، أن هو يسعد إلى نجاح ابنه أولا. فقط لماذا أنا ضد الدروس الخصوصية، وأنا كطالب جامعي ضدها؟ أقول لماذا؟ لأن الدروس الخصوصية خاصة التي تجرى في هذه الفترة التي أصبحت كما قلنا منبعا لكسب الرزق والربح السريع. أنا أقول هو الربح السريع، أن تضع ثمنا يفوق 4000 دينار جزائري في مادة ما للشهر لطالب واحد، وعنده مثلا 6 ساعات في الشهر. هذا ليس حق عليك أنت كأستاذ، هذا ليس حق عليك، وهذا أعتبره فرود، أعتبره رشوة، ولا أعترفه شيء جيد. لماذا؟ لأن الطالب أصبح يترك مقاعد الدراسة، كأن المؤسسة التي يدرس فيها أو جميع المؤسسات التي يدرسون فيها كأنها شيء زائد. يعني أصبح الأستاذ في القسم لا يقدم معلومات الكافية للطالب، خاصة الطالب الضعيف في
في استيعاب أو في الفهم، الذي لديه نقص في الفهم ولا يفهم بطريقة سريعة، أصبح ذلك الطالب المسكين لا حل له إلا إلى الذهاب إلى الدروس الخصوصية. أنت كأستاذ يعني أقول مباشرة وأوجه كما تقال بالدارجة، حاشا ما يستاهلش، أوجه مباشرة إلى جميع الأساتذة في الجزائر قبل أبدأ من الأبسط إلى الأكبر. هذا للأساتذة، أقول أنك اسم الأستاذ امحيه وضعه علامة في. لماذا؟ لأن لو كنت أستاذ ذو قيمة، الذي يحب أبناء طلابه لأن طلابه كأبنائه، لما قدمت كل المجهودات في القسم تحاول فهم الجميع التلاميذ. ممكن أن جميع الطلاب، ممكن أنك عندما تقول مثلا هذا يوجد في القسم، يقول الأستاذ مثلا يشرح الدرس، هل فهمتم؟ نعم. ثم يجيبون التلاميذ نعم فهمنا أستاذ. لو كنت أستاذ يحب لهم، لماذا لا تضع لهم استجواب؟ مثلا تقول إذا فهمتم الدرس، خاصة في البكالوريا النقاط لا تحتسب. إذا عندما تنتهي حصة تضع لهم استجواب مباشرة في نهاية الحصة. لماذا الاستجواب؟ لكي تعرف le niveau de chaque étudiant. Parce que أتكلم باللغة الفرنسية parce que le niveau de chaque étudiant est différent. Un étudiant a un caractère à lui-même. Chaque étudiant a le degré ou le qui de savoir ou le qui d'intelligence. Les étudiants ne sont pas tous au même niveau. Ça, c'est sûr. Il y a un étudiant avec un niveau haut, il y a un étudiant avec un niveau, on peut parler bas. Tout le monde peut acquérir le haut niveau, mais chacun avec sa manière. Il y a un étudiant, il peut apprendre plus vite. Il y a un étudiant, il faut faire un effort pour qu'il apprenne une formule, par exemple, de mathématiques. Parce que un étudiant, tu lui montres une formule, et il l'apprend direct par cœur. Parce que c'est pas le même niveau d'études pour chaque étudiant. Donc la solution pour être un bon prof, la formule doit être démontrée d'une manière plus simple, c'est-à-dire de montrer tous les détails, surtout quand on fait la simplification d'une formule ou de changement par exemple de variable, de calcul de limite, surtout en maths, je parle en maths. Par exemple le calcul de limite. عندما تحسب النهايات وأنت تضع يعني الحل مباشرة دون وضع طريقة الكاملة لكي يفهموها. ممكن أن 4 طلاب 5 طلاب فهمها تلك الطريقة، لكن تقول أن جميع الطلاب فهموا، هذا شيء غير مقنع. يجب أن تقنع طلابك على الفهم، وتحاول أن تزرع لهم الحب في تلك المادة، وتحاول أن تصل المفهوم لجميع الطلاب. هذا ما أقول عن هذا أو هذا هو الأستاذ الحقيقي. لماذا قلت أن الأستاذ الآن ذهب إلا بعض القليل؟ وعلى سبيل المثال كما الأستاذ معروف، ودائما أشكره عندما أضع فيديو، أذكره لأن أستاذ ذو قيمة عالية، القليل منه تجده هكذا، وهو الأستاذ نور الدين الذي يضع فيديوهات على اليوتيوب. وأقول فخرا، وليس لأن أنا شخصيا لم ألتقي به أو ليس صديقي، لكن في العلم
الذي يعمل علم جيد أتخذه كصديقي، لأنه أقول يضع فيديوهات ذو قمة وينشر العلم أحسن من الدروس الخصوصية. هناك طلاب درسوا بفيديوهاته وتحصلوا على علامة 20/20 في مادة الرياضيات، وحسب ما قال أن كانوا ضعفاء في مادة الرياضيات، ليس فقط مادة الفيزياء. ويوجد أستاذ مولاي عمار في الفيزياء، لأنه أستاذ ذو قمة عالية، أستاذ روعة، والله روعة. وكثير من الأساتذة في هذا الزمان يضعون فيديوهات، لأن أصبحت الإنترنت سبيل للعلم وليس سبيل لنشر الفساد والفتن كما تنشره بعض القنوات. لا داعي لوضع الأسماء، لأن هذا شيء سياسي، ولا أريد الدخول في السياسة، فقط أنا أريد أن أتكلم بلا لوجيك. Je veux parler avec ma logique. Bien sûr, ça c'est mon point de vue en tant qu'étudiant en 3e année licence en université de Bijaya, maths et probabilité, pardon. Je vous dis que bonne chance à vous tous, à tous ceux qui vont passer le bac. Soyez forts et savoir comment gérer son temps est une arme. Ciao, salam.